يا مساء الجمال. مريضة نفسية ملامحها هادية وبريئة، لكن جواها وحش خطر عليها وعلى كل اللي حواليها، وأولهم الدكتورة النفسية بتاعتها. ما تنساش اللايك ويلا نبدأ. حكايتنا بدأت مع سلمى وهي واقفة في المشرحة قدام جثة سيف جوزها، وكانت منهارة وبتقولك ليه يا حبيبي تعمل كده وتسيبني لوحدي. وقتها مامة سيف دخلت وقالت لها منك لله انت اللي عملتي فيه كده. ومن المشرحة للنيابة، وهناك وكيل النيابة سألها ايه أقوالك في التهمة الموجهة ليكي بقتل جوزك. فصاحبتنا ردت حد يقتل روحه؟ سيف ده كان كل حاجة في حياتي. طيب هو سيف كان بيشرب مخدرات؟ لأن التحاليل أثبتت إنه كان شارب كمية كبيرة من المخدرات قبل ما يموت. فصاحبتنا قالت لك أنا كل اللي أعرفه إنه بدأ يشرب سجاير في الفترة الأخيرة. فالتاني سألها تفتكري إيه السبب؟ فقالت لك إيه؟ إن علاقتهم ببعض ما كانتش أحسن حاجة، وإنها كانت طالبة الطلاق. عشان كده سيف حجز يومين في فندق أو نغير جو، وهناك طلب مني ما نبعدش عن بعض. بس أنا كنت خلاص جبت آخري ومش قادرة أعيش معاه وسط المشاكل والشك والقرف اللي وصلنا له. بس ما كنتش أعرف إن سيف كان بيحبني لدرجة إنه ينتحر. وبعد كده سلمى انهارت وقالت لك أنا السبب، أنا اللي وصلته لكده. وفي الآخر المحضر اتقفل على إنها قضية انتحار. بعدها ب3 شهور بنشوف دينا صاحبة سلمى بتحاول تقنعها إنها تروح معاهم عيد ميلاد هايدي صاحبتهم، وده لأن صاحبتنا كانت حالتها النفسية زفت. وبعد زن كتير من دينا التانية وافقت. بس الست الشهادة لله لابسة اسود على المرحوم. تعالى بقى أعرفك على الكابتن موسى، واد جاين كده وسباح محترف. ودي مامته الدكتورة عايدة، دكتورة نفسية شاطرة، وكل يوم والتاني تجيب لابنها عروسة شكل. والدور المرة دي على كنزي. بس موسى كان منفض على الآخر وكل مرة يخلع منها بشياكة، بمعنى أصح صاحبنا ملقاش فيها فتاة أحلامه. المهم تاني يوم عايدة راحت تقابل عز. طب مين الراجل ده؟ أقولك، عز ده يبقى عم موسى، وكان شغال في تجارة المخدرات. ويمكن ده اللي خلى عايدة ما تجيبش سيرة لابنها إن ليه عم من أساسه. لكن عز من وجهة نظره إن حوار المخدرات ده اتقفل من سنين، ومن حق موسى إنه يعرف أهله. ساعتها عايدة هددته لو قرب جنب ابنها هتبلغ عنه. وبعدها راحت العيادة. وقتها المساعدة بتاعتها قالت لها إن في حالة جديدة مستنية حضرتك بره. تطلع مين يا كبير؟ سلمى. واول ما قعدوا لسه عايده هتبدا الجلسه، سلمى قامت وقالت لك انا عايزه امشي. فعايده قالت لها براحتك، بس اكيد انت عايزه تعرفي ايه اللي وصلك انك تقابلي دكتور نفسي. ساعتها سلمى قعدت وبدات تحكي. اسمع يا معلم الكلام. قالت لها انا اكتر حاجه بخاف منها ان ابقى لوحدي، خصوصا بعد موت بابا وماما. حتى البني ادم اللي حبيته واتجوزته انتحر وسابني، ورجعت تاني لوحدي. فالتانية قالت لها اكيد الصدمه اثرت عليكي، بس دي مش نهاية العالم. وفي اللحظة دي سلمى اتغيرت، تحس كده بقت واحدة تانية. وقالت لها أنا سمعت الكلمتين دول كتير قوي، وللأسف محدش عارف الحقيقة. فردت عشان أعرف أساعدك تخرجي من الحالة دي لازم تقوليلي على كل حاجة. فسلمى قالت لها أنا جوزي ما انتحرش، أنا اللي قتلته. ساعتها دكتورة عايدة قالت لها أنا فهماكي، في ناس بتحس بالذنب بعد موت أقرب حد ليهم. لكن المفاجأة لما سلمى قالت لها لا أنا اللي قتلته بجد. طب إزاي؟ هفهمك. الكلام اللي قالته سلمى في النيابة كان كله كده، لأن أصلا سيف هو اللي كان عايز يطلقها، وهي اللي حجزت الفندق عشان تقنعه يرجع عن قراره. ولما صاحبنا ما اقتنعش بكلامها، سلمى حطت له مخدرات في الكاس بتاعه. وأول لما طلع البلكونة يشم شوية هوا، الهانم انتهز الفرصة وزقته. وقتها دكتورة عايدة كانت مصدومة من الكلام اللي سمعته، فقررت تنهي الجلسة لحد ما تشوف هتعمل ايه في النصيبة اللي قدامها دي. وكتبت لسلمى على شوية مهدئات لحد ما عاد الجلسة التانية. لكن سلمى قبل ما تمشي تقدر تقول كده إنها هددت عايدة بس بشياكة، لو الكلام اللي حصل بينهم حد تاني عرفه مش هيحصل كويس. وبعد ما صاحبتنا نزلت من العيادة وركبت عربيتها، في واحد حظه المنيل وقعه فيها وقعد يعاكس ويشقط. راحت بنت المجنونة نازلة من عربيتها ومعاها شومة ودغدغت العربية للراجل. وتاني يوم صاحبتنا قامت من النوم فايقة ورايقة، وقعدت تظبط نفسها شوية صبغة على حبة باديكير ومانيكير. ما تفهمش ده تأثير الدواء اللي الدكتورة كتبته لها ولا هي ارتاحت نفسيا بعد ما طلعت غلها في الراجل. نرجع لعايدة اللي طلبت مساعدة دكتور يحيى زميلها وعرضت عليه حالة سلمى.
فقال لها انت لازم تبلغي النيابة. عشان كده كلم وكيل نيابة معرفة واخد اذن بتسجيل اعترافات سلمى في الجلسة الجاية. على زاوية تانية، عز راح لموسى النادي. معنى الكلام ده ان تهديد عايدة ليه ما جابش نتيجة. وقتها عز عرف نفسه على انه صديق ابوه من ايام ما كان في اسكندرية، وفي اخر الكلام قال له ابقى سلم لي على مامتك. ولما موسى روح البيت وحكى لعايدة على اللي حصل في النادي، فصاحبتنا اتصلت بعز واول حاجة قالها لها هو انا لازم اعمل كده عشان تردي عليا؟ فالتانية قالت له مالكش دعوة بابني وما تكلموش تاني، ولو في حاجة كلمني انا وهرد عليك على طول. على الجانب التاني، موسى راح مع صاحبه مختار يسهروا في حفلة، وهوب قامت عركة بينهم وبين عيل هفق هناك، ويلا بينا على القسم. ودكتورة عايدة راحت القسم عشان تخرجه، وأول ما روحوا هاتك يا تهزيق قدام صاحبه. وقتها موسى اتحرج وطلع على البيت وهي وراه، وقال لها انا مش عيل صغير عشان تهزقيني قدام صاحبي، ولم شنطته وقال لك انه طلع يقعد يومين في العين السخنه. في نفس الوقت سلمى كانت بتتفق مع وليد انهم يسافروا السخنه سوا. واحد هيسالني مين وليد ده كمان؟ ده يا معلم يبقى معرفه دينا صاحبتها. وكان سهران هو وسلمى سوا، وفي اخر السهره وصلها البيت واتفقوا على السفريه. وبعد شهرين صاحبتنا راحت لعايدة العياده، والتانيه اول ما شافتها قالت لها عيني عليكي بارده، شكل العلاج اللي كتبتهولك جاب نتيجه. فردت لا خالص انا ما جبتش العلاج، بس بيني وبينك انا حبيت. فعايدة قالت لها طب اتفضلي عشان نبدأ الجلسة وافهم منك ايه اللي حصل بالظبط. وراحت تجيب تليفونها عشان تسجل لسلمى زي ما اتفقت مع دكتور يحيى. بس على مين؟ سلمى حست ان في حاجة مش مظبوطة واخدت بالها ان عايدة بتسجل لها. عشان كده لما الدكتورة سألتها ازاي قدرت تحب حد تاني بعد ما قتلت جوزها، صاحبتنا قالت لك انا جوزي انتحر يا دكتورة، انت نسيتي ولا ايه؟ واخدت تليفونها ومسحت التسجيل ومشيت. بس تفتكر سلمى هتعدي الموضوع ده بالسهل؟ لا، دي مجنونة بنت مجنونة. وده اللي هنتأكد منه تاني يوم لما موسى اتصل بمامته وقال لها انه عازم واحدة صاحبته على العشاء. والمفاجأة صاحبته دي تطلع مين؟ سلمى. واول ما شافت عايدة قالت لها وبكل برود ازيك يا طنط. والست يا عيني وقفت مكانها وبتحاول تفهم ده حصل ازاي. وقتها موسى قالك ايه رأيك في المفاجأة دي يا ماما؟ لكن عايدة ما نطقتش وسابتهم ودخلت المطبخ. فموسى حاول يعتذر لسلمى، بس هي سوسة وقالت له ما تقلقش انا هدخل المطبخ واتكلم معاه. واول لما دخلت وقالت لها وبكل برود اساعدك في حاجة او احط لك الاطباق على السفرة يا طن، فالتانية قالت لها انت اتجننتي خلاص، كل رجالة البلد ما فيهاش غير ابني عشان تحبيه. فصاحبتنا قالت لك الحب ده قدر، وانا قدر يبعتني العيادة عندك عشان اشوفه مستنيكي تحت. وبعدها دورت على الفيسبوك بتاعه عشان اعرف هو بيتمرن فين، ورحت له النادي وكنت بحاول ابين نفسي في كل مكان هو فيه. وبدأنا نتكلم وتعرفنا على بعض اكتر لما سافرنا سوا، وهناك حبينا بعض. عايدة قالت لها يعني كنت عارفة من الاول انه يبقى ابني؟ قالت لها بصي انا كنت عايزه صاحبه كضمان، يعني لو فكرتي تقلي باصلك معايا، بس لما عرفته حبيته بجد. فالتانية قالت لها الكلام ده مش عليا، روحي اتحكي بيه على حد تاني، انا وانتي عارفين اللي انتي عملتيه كويس. انا هنا مش الدكتوره الجميله اللي بتسمع في العياده، لا فوقي، ده بيتي انا وانا اللي احكم مين اللي يدخل فيه. انا بحذرك لو ما بعدتيش عن موسى هفضحك واحكي له على كل حاجه. عايزه اقول لك ان عايده كانت مفكره الكلمتين دول هيخلوا سلمى تجيب ورا، لكن صاحبتنا دخلت فيها شمال وبكل بجاحه قالت لها طب لو جدع اعملي كده وانا هكون قاتلهولك، وانت عارفه انا مجنونه واعملها. معنى الكلام ده ان سلمى ما عندهاش استعداد ان اي حد يقرب ناحيه اي شخص بتحبه، يعني من الاخر حب تملك يا معلم. ساعتها موسى دخل المطبخ وطبعا كان فاكر ان الدنيا بقت وردي بينهم، ما يعرفش اللي فيها. وبعد العشاء موسى طلب من سلمى تقعد تتفرج معاهم على فيلم رعب سوا زي ما هو ومامته متعودين. بس عايدة المرة دي كان ليها رأي تاني وقالت لك انها تعبانة وعايزة تنام. فسلمى قال يعني بتحس وعندها دم؟ قالت لك خلاص مرة تانية، انا اصلا اتأخرت ولازم امشي. بس هي في دماغها هنروح من بعض فين. وبعد ما نزلت موسى دخل فمه شمال، انت ليه مصرة تصغريني قدام اي حد؟ فقالت له انت اللي اضطرتني لكده، عايزني اعمل لك ايه لما الاقيك داخل عليا ببنت من الشارع من غير لائحم ولا دستور؟ قولي عرفتها فين وازاي؟ بس صاحبنا صدمها وقال لها من الاخر يا ماما انا بحبها وهتجوزها، وعلى فكرة انا عارف عنها كل حاجة، هي كانت متجوزة وجوزها مات
ونفسيتها اتدمرت وانا كنت جنبها وبحاول اساعدها. فردت عليه: انا كرهت طريقتك في الكلام معايا، وسابته ومشيت. تاني يوم موسى حاول يراضي مامته بكلمتين اهو يلطف الجو، وطلب منها ما تحكمش عليها من اول مرة، لكن هي مصممة على رأيها وجابتها من زاوية ان سلمى ارملة وما تنفعوش. وعايزة اقولك ان الكلام ده ما جاش على هواه، وسابها ونزل وراح لسلمى وقال لها: معلش على اللي حصل امبارح، وانا متأكد مع الوقت ماما هتحبك وكله هيبقى تمام. بس التانية كانت رسمة الدور على الاخر، وقالت له: الصراحة انا لو مكانها وعندي ولد زي القمر زيك هعمل اكتر من كده، وبعدين اكيد هي متضايقة عشان انا كنت متجوزة قبل كده. على العموم انا هعمل المستحيل عشان طنط تحبني. لكن عايدة في الوقت ده كانت بتخطط ازاي تطفشها، وحضرت مفاجأة لموسى وعزمت كنزي ومامتها على العشاء. مش بس كده، لا دول هيسهروا ويتفرجوا سوا على الافلام اللي موسى بيحبها. فصاحبنا خلع منهم وقال لك: ثواني بس اغير هدومي وجاي، وراح على اوضته وقعد يلعب بلاي ستيشن. فعايدة دخلت وزعقت: اللي هو انت مش ناوي تجيبها البر وبتتحداني انت والبنت بتاعتك؟ والتاني ولا هو هنا. وكلم سلمى وحكى لها على الحفله اللي بره وان امه جايبه له عروس. فردت: ودي تبقى مين ان شاء الله؟ دي بنت لازقه وبتنطلي في كل حته بروحها، واسمها كنزي، ويا ريته ما قال اسمها، عشان صاحبتنا اول ما قفلت معاه دورت في الفيسبوك بتاعه لحد ما وصلت لها، وعرفت من الاكونت بتاعها مكان الجيم اللي بتتدرب فيه. فراحت عملت اشتراك هناك، وده طبعا عشان تبقى قريبة منها وتعرف تراقبها كويس. وعادت كنزي بعد ما تخلص تمرين تدخل تاخد شاور، وصاحبتنا وراها، وفضلت تراقب المكان كويس كأنها بتحضر لحاجة. بس يا ترى هي بتخطط لإيه؟ أقولك: سلمى روحت البيت ودخلت أوضة قديمة وشكلها مرعب، وهناك بنعرف إن مامتها كانت رسامة شاطرة، وكل اللوحات اللي موجودة دي مامتها اللي رسمتها. بس صاحبتنا ما كانتش داخلة عشان شوية الرسومات دول، لا ده طلع في معمل كيماويات صغير. ما انا نسيت اقولك ان صاحبتنا دكتورة صيدلانية، فعملت شوية تركيبات كيماوية على بعض لحد ما عملت مادة زي مية النار، وده معناه انها ناوية على عملة مهببة. تاني يوم راحت الجيم، وطبعا مستنية كنزي، وكالعادة بعد ما التمرين خلص كنزي دخلت تاخد شاور، وصاحبتنا وراها، واخدت كرسي خشب وطلعت عليه وكبت مية النار على وشها، والبنت قعدت تصرخ والمكان كله اتلم، وهي بكل ثقة خرجت من المكان من غير ما حد يشوفها. على زاوية تانية عايدة راحت تقابل دكتور يحيى وحكت له على اللي حصل، وان موسى اتعرف على سلمى وحبها وبيفكر انه يتجوزها. ومش بس كده، دي هددتني انها تقتل موسى لو قلت لحد عن حالتها. فالتاني قال لها: بصي احنا هنلعبها ونخيرها، يا اما تبعد عن ابنك او تبلغي عنها. فردت: بس سلمى مسحت التسجيلات، يعني مفيش اي دليل ضدها. فدكتور يحيى قال لها: كده مفيش غير حل واحد، هو اننا نوصل لاي حاجه نقدر نسجنها بيها. قوليلي بس انتي اسمها بالكامل وانا هتصرف. وقال لك انه يعرف مستشار صاحبه، وبدوره هنعرف منه اي حاجه تخص جوزها او اهله. وبالليل الراجل ما كدبش خبر، وبعت لعايدة رسالة مضمونها عنوان مامة سيف. فتاني يوم راحت لمامته وسألتها عن علاقة سيف بسلمى، أهو يمكن تطلع بأي معلومة تنقذ موسى. لكن الست أول لما سمعت اسم سلمى ركبها العصبي، وفضلت تزعق: اطلعي بره وما تجيبيش اسم الشيطانة دي قدامي، هي السبب في موت ابني. فعايدة سابت الكارت بتاعها وطلبت منها تكلمها ضروري، وخرجت من البيت وهي محتارة ومش عارفة تعمل ايه، لأن ابنها هيروح منها. نرجع لكنزي وهي في المستشفى، وبنعرف من الدكتور انها محتاجة شهر كامل عشان بس الحرق يهدى، لانه من الدرجة الثالثة، وللأسف هيسيب شوية علامات. اما سلمى كانت في عالم تاني ومزاجها عالي، لانها كده ضمنت موسى في جيبها، وجهزت نفسها على سنجة 10 عشان نازلة تسهر مع حبيب القلب، وهو كمان رايح جاي قدام المراية. لكن عايدة طلعت له زي فرقع لوز وحكت له على اللي حصل مع كنزي، وقالت له لازم تروح تطمن على البنت لان نفسيتها مش احسن حاجة. بس هو نيمها وقال لها: طبعا زيارة المريض واجب. وبعد كده اخد مختار صاحبه وراح يقابل سلمى اللي بدورها اخدت دينا تسهر معاهم. وهناك موسى قال لهم على اللي حصل مع كنزي. فسلمى قالت لك: يا قلبي مين المؤذي اللي عمل فيها كده؟ لا بص يا موسى، احنا ناخد بعضنا ونروح نطمن عليها. امال ايه، دي برضو كانت صاحبتك ومامتك كانت عايزه تجوزها لك. وبعد كلام كتير بنعرف ان دينا عندها سنتر لرعايه الكلاب من كتر حبها فيهم. ساعتها مختار نزل تريقه على حوار السنتر ده، لكن دينا ما سكتتلوش وقالت لك: انت تفهم ايه عشان تتكلم اصلا؟ على الجانب التاني مامة سيف كلمت عايده وقالت لها: لو انت فعلا خايفه على ابنك ابعديه عن
البنت اللي اسمها سلمى، انا قلتلك اللي عندي وبرأت ذمتي منك عشان ما ترجعيش تندمي. وراحت قافله السكه. وبعدها موسى رجع البيت لقى امه في وشه وهي ضاربه البوز التمام، فحاول يراضيها بس هي صدته وقالت له ما بقاش يفرق زعلي معاك، ما انا مشبهش اللي كنت سهران معاها، ده انت حتى ما بتردش على تليفونات، بس انت حر، انت مش صغير. وتاني يوم راحت لعز معرض العربيات وقالت له انا عايزه خدمه منك، فالتاني قال لها تمام بس نتفق خدمه قصاد خدمه، موسى لازم يعرف ان عمه ويتمتع بفلوسي وفلوس ابوه. فرد الدباب واتقفل. خلاص عايزني اقول لابني ان ابوك وعمك كانوا تجار مخدرات؟ عز قالك انا كده عملت اللي عليا وجيتلك على الدغري وانا هتصرف في موضوع موسى. فصاحبتنا جابت ورقه وقالت لك ماشي انا هعرفه، بس اديني فرصه عشان امهد له الطريق، ما هي مش سهله برضه. بس انا كنت جايلك في حاجه اهم، في بنت عايزاك تعرف لي عنها كل حاجه، ها هتساعدني ولا لا؟ صاحبنا قال لها 24 ساعه وكل المعلومات اللي انت عايزاها هتكون عندك، انت بس اديني اسمها وسيبي الباقي عليا. على زاويه تانية، الرائد احمد راح الجيم اللي كنزي كانت بتتمرن فيه عشان يحقق في الحادثه اللي حصلت. وقتها طلب تفريغ الكاميرات، لكن اخينا ده قال له انها بايظه وفي صيانه. ولما ملقاش حاجة جوه الجيم طلع بره اهو يحاول يشوف الكاميرات اللي في المنطقة، وفعلا لقى كاميرا قريبة منه. طيب تفتكر سلمى المرة دي هتتكشف ولا ايه اللي هيحصل؟ كمل معايا وانت تعرف. عايدة من زاويتها قاعدة في العيادة في أمان الله ومن غير أي مقدمات لقت سلمى في وشها، فقالت لها أنت جاية هنا ليه؟ فالتانية قالت لك وبكل بجاحة أنت نسيتي إنك الدكتورة بتاعتي ولا إيه؟ ساعتها عايدة قالت لها خدي كارت دكتورة صاحبتي وعلى فكرة أشطر مني، ممكن تروحي تكملي جلسات عندها. لكن صاحبتنا قالت لها لا، ما هو مش بمزاجي، أنا اللي أقول مين اللي يعالجني ومين لأ. وبعدين سيبك من كل ده، أنا جايلك في حاجة مهمة. واحدة صاحبة حبيبي يا حرام وشها اتحرق والبنت نفسيتها اتدمرت، بس بيني وبينك البنت ضحية عاملة مهببة، اصل مامته كانت عايزه تجوزها له بالعافيه. وقتها عايده قالت لها يعني انت اللي عملتي كده في كنزي؟ فسلمى قالت لك مين كنزي دي؟ انت مش معايا خالص يا دكتوره، انا بكلمك عن صاحبه حبيبي، يلا سلام ونكمل الجلسه الجايه. وسابتها ومشيت. والست يا عيني كانت هتتجن وكلمت عز عشان تستعجله في المعلومات اللي طلبتها منه. وتاني يوم سلمى كانت قاعده مع دينا اللي قالت لها انه مختار راح لها السنتر، وبعدها قعدوا مع بعض في كافيه وشربوا قهوه. فصاحبتنا قالت لها طب منين ما كنتيش طايقاه ومنين خرجتي معاه؟ وقتها دينا وقعت نفسها في مصيبه سودا. اسمع قالت ايه؟ مختار ده عيل هفق وخفيف مش لوني اصلا، يعني مثلا عندك موسى واد كده هادي وحلو حلاوه، عيل كده شيك بمعنى اصح يا معلم، عينها منه. وفي اخر الكلام قالت لها يا بختك بيه. فصاحبتنا بصت لها بصه اللي هو شكل الدور الجاي عليك. نرجع لعايدة والست من كتر اللي سلمى عملته فيها بقى بيجيلها كوابيس، وكانت بتشوف سلمى بتموت موسى، وده زود خوفها وقلقها اكتر على ابنها. وبعدها عز كلمها وادالها فلاشة فيها كل حاجة عن صاحبتنا، وقالك انها كانت مخطوبة لواحد اسمه كريم قبل ما تتجوز سيف، وانا جبتلك عنوانه. فعايدة ما كدبتش خبر وراحت تقابل كريم عشان تتفاجئ انه قاعد على كرسي متحرك. وبدأت عايدة تسأله وقالت له أنا بس عايزة أعرف شوية معلومات عن حد كنت تعرفه ومحدش غيرك هيقدر يفيدني. والدنيا كانت تمام وزي الفل. وأول لما عايدة نطقت اسم سلمى صاحبنا اتعصب عليها وقال لها أنا مش عايزة أسمع الاسم ده. فالتانية حاولت تهديه عشان توصل منه لمعلومة مفيدة، وكملت أنا الدكتورة النفسية اللي بتعالجها وعايزة أوصل لأي حاجة تفيدني في العلاج، وكل اللي عايزة أعرفه حكايتكم كانت ماشية إزاي. ومعلش سؤال كمان، اللي حصل لرجلك هي السبب فيه؟ فكريم قال لها بصي كل اللي أقدر أفيدك بيه لازم تخرجي سلمى من حياتك وإلا أنت الخسرانة. وبالنسبة أنا سبتها إزاي كان سببه غيرة، أصلها اكتشفت إني بخونها مع واحدة متجوزة وفي يوم طبت علينا سوا. وقتها قالت لي أنا مش عايزة أشوف وشك تاني وسابتني ومشيت. وأنا بعدها كلمتها وطلبت منها نتقابل عشان أفهمها، وهي بعتت لي لوكيشن وقالت لي انا في المكان ده وعربيتي عطلانه. واول لما وصلت ما لقيتش حد، وفجاه ظهرت بعربيتها وخبطت. ودي النتيجه زي ما انت شايفه. عايده زودت الحكايه وقالت له طب انت ما بلغتش ليه؟ رد انا قلت اللي عندي ومفيش كلام تاني اقوله، واتفضلي بقى عشان انا تعبت. والست يا عيني خرجت وهي مش مصدقه ولا مستوعبه اللي اتقال لها، وكل اللي في دماغها اكيد مصير ابنها يا اما زي سيف او كريم، وده اللي خلاها تتصل تطمن عليه. بس صاحبنا كان منفض على الاخر وراح لسلمى عشان يجهزوا للسفر، وكمان دينا ومختار مسافرين معاهم وهيقضوا كام يوم من ورا العقل. وعايده ما بقاش قدامها غير عز، والمره دي قالت له من الاخر كده البنت دي مريضه نفسيا وقربت من موسى وهو ما بقاش شايف غيرها وانا خايفه انها تاذيه. فصاحبنا قال لك لا
طالما فيها موسى يبقى البنت دي لازم تبعد عنه بأي طريقة. وفعلا عز وفى بوعده مع عايدة وطلب من خليفة، وده راجل شغال معاه، انه يجمع له كل حاجة عن سلمى حتى لو كانت معلومة صغيرة وتافهة. وبالنسبة لعايدة فالست ما كانتش على بعضها، اصل ابنها اختفى وكمان ما بيردش على تليفونه. بس اللي هي ما تعرفوش انه كان قاعد مع حبيبة القلب مقضيينها بحر وفسح وخروجات، والحياة بقى لونها بمبي. لا وصاحبنا عمل حتة كده، قال يعني مش فارق معاه انها كانت متجوزة، وكل اللي فارق انهم بيحبوا بعض. وسلمى عجبها شوية المحن ده، وتاني يوم حضرت له الفطار ومعاه وردة وصباح الخير يا حبيبي اهو بترد على كلامه ليها. واليوم كان ماشي زي الفل، لكن عايدة فضلت وراه لحد ما عرفت هو فين، ولغت كل مواعيد العيادة وطبت عليهم هناك، ونزلت تهزيق وزعيق قدام مختار. والحركة دي أكتر حاجة بتضايق موسى، فطلب منها يكملوا كلامهم في الأوضة. وهناك قالت له حرام عليك، انت ما بتردش عليا ليه؟ بس الحمد لله انك كويس. وكملت انا جايه لك في مصيبة، لازم تبعد عن سلمى لانها مجنونة، وانا اعرف عنها بلاوي انت ما تتخيلهاش. فالتاني هب فيها وقال دي مش مجنونة، انت بس اللي بتفكري كده في كل الناس عشان تعالجيهم. فردت سلمى كانت مريضة عندي وجوزها ما انتحرش، هي اللي قتلت. وقتها سلمى كانت قاطعة على كل ده، بس رد فعلها هيكون ايه ده اللي هنعرفه في الجزء التاني. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت.